هي 7 أيام وسيهل علينا شهر الخير والرحمة والبركات، شهر رمضان المبارك. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم والمسلمين جميعا هذا الشهر العظيم، وأن يجعلنا من الذين يصومون نهاره ويقيمون ليله، إنه سميع مجيب. وقد ورد عن سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب شهر رمضان المبارك بشر أصحابه بقدوم هذا الشهر، وقال لهم: لقد أظلكم شهر كريم مبارك. هذا قبل أن يحل شهر رمضان المبارك يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقدوم هذا الشهر، ويهيئ النفوس والقلوب لاستقبال شهر رمضان المبارك. فبما أنه بقى أيها المسلم أسبوع على قدوم هذا الشهر، فبماذا يستعد المسلم؟ لا بد للمسلم أن يستعد بقدوم هذا الشهر. أول الاستعدادات القلبية لاستقبال شهر رمضان المبارك هو أن ينوي المسلم ويعزم على الطاعة وعلى فعل الخير، لأنه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نية المؤمن أبلغ من عمله، وأن من رحمة الله تعالى على هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الضعيفة في أبدانها، القصيرة في أعمارها، أن من رحمة الله تعالى على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى يعطيها ويكرمها بمجرد نية الخير وإن لم تفعل. بمجرد أن أنوي، أن أعزم، أن أعقد النية، أن أشد العزم على أن أفعل الطاعة، وإن صرفني صارف عن هذه الطاعة من انشغال أو مرض أو سفر، فإن الله سبحانه وتعالى الذي يعامل هذه الأمة بالعدل وبالفضل فإنه يعطيها على نيتها. لهذا إخواني الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله يقول لابنه عبد الله، يوصي ابنه، يقول له: يا بني انوي الخير، يا بني انوي الخير، فإنك ستكون بخير ما دمت تنوي الخير. انوي الخير، اعزم على الخير، فإنك في خير ما دمت تنوي الخير. هذا أخواني أول الاستعدادات لشهر رمضان المبارك. المسلم والمسلمة ينوي بقلبه ويعزم على صيام هذا الشهر، على قيام هذا الشهر، على قراءة القرآن في هذا الشهر، على فعل الخير في هذا الشهر، لأنه نحن جميعا يا إخوان أسأل الله تعالى أن يطيل بأعمال الجميع وأن يبلغها شهر رمضان المبارك جميعا. لا ندري أنصل إلى شهر رمضان المبارك أم يأتي رمضان ونحن في التراب؟ لا ندري أيأتي شهر رمضان المبارك ونحن بصحتنا أم في المستشفيات يزورنا الناس؟ لا ندري. لذلك يا إخواني من الآن عزيمتنا، نيتنا للخير. إن أتى رمضان وشغلنا المشاغل كتب الله لنا أجر الصيام وأجر القيام وأجر كل فعل
على ذلك إخواني؟ الدليل على ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة، أي قصد وعزم ونوى صحيح، مو حشركم في قشر على الله سبحانه وتعالى، لا، الله يعلم بنوايانا وبعزمنا وبقصدنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم أن نوى وعزم بحسنة ولم يفعلها، شغل عنها بشاغل، بمرض، بموت، بسفر، كتب الله له حسنة. أنا نويت وعزمت أن أصوم شهر رمضان المبارك، لكن صرفني صارف عن صيام هذا الشهر، كتب الله لي هذا الصيام. أي فضل من الله هذا! أي فضل ورحمة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم! الكثير منها كسالى، فماذا يا إخواني نخسر إذا نوينا وعزمنا؟ ماذا نخسر؟ لا نخسر شيء، وإنما نربح فضل الله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر عمله وهو مقيم صحيح. نوى أن يصوم رمضان أو يقوم رمضان أو يختم القرآن في شهر رمضان، لكن صرف عن ذلك بمرض أو سفر أو غير ذلك أو موت، النبي صلى الله عليه وسلم بشر أن الله يكتب له أجر ما كان يعمل وما كان ينوي وهو صحيح مقيم. فأول الأمر، أول الاستعداد يا إخواني، أن ننوي الخير، أن ننوي ونعزم ونعقد النية على أن نصوم هذا الشهر ونقوم ونفعل كل الطاعات اغتناما لهذا الشهر. والأمر الثاني يا إخواني، الاستعداد لشهر رمضان المبارك بالتوبة الصادقة. التوبة الصادقة من الذنوب والمعاصي التي إن استقبلنا بها شهر رمضان حجبت عنا الطاعات يا إخوان. عقوبات الله القدرية للذنوب والمعاصي نحن إخواني نحسها ونحسبها فقط في المباشر. اليوم واحد مسرف مع الله، ما متعدي على حقوق الله وعلى حقوق الناس، لكن يجي أموره ماشية، راتبه ماشي، صحته ماشية، أموره ماشية، فيحسب أن الله غافل عنه وليس هناك عقوبات عليه. هكذا يحسب مباشر، احنا فقط بالمباشر. لكن يا إخواني لا يا شباب، عقوبات الله القدرية الغير مباشرة هو يا إخواني يا شباب أن يأتي رمضان فيصرفك الله عن الصيام. ونحن رأينا في سنوات شباب والله ورجال مفتون العضلات في رمضان وهو واقف نحن. هذا ليش صرفه الله؟ الله صرفه، ذنوبه ومعاصيه وتقصيره وعدم التوبة لله صرفته العقوبات القدرية. نرى شباب بصحة وعافية ورجال يأتي رمضان ويأتي صلاة التراويح وقيام الليل، فيجي له يوم يومين وتشوفه ورا 3 أيام عن المساجد غافل وبالتراويح والتعاليم إلى الفجر. شنو هاي إخواني شباب؟ هذه صرف الله قلبك، هذه هي آثار الذنوب والمعاصي، هذه العقوبات. لذلك ورد في الأثر يا إخواني أن رجلا قال لله، اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا من يقول أريد أن أستزيد من الذنوب والمعاصي قبل أن يأتي رمضان ويمنعها عنا. قال بدل أن يتوب قال يا رب أنا أعصيك دائما ولم أرى عقوباتك لي، لأنه يحسب فقط بالمباشر.
الله له ملكا قال له قل لهذا لعبدي هذا عاقبتك ولم تشعر، عاقبتك ولم تشعر، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ ألم أحرمك لذة الطاعة والاستئناس بالطاعة والشعور بالرضا والطمأنينة واللذة بالطاعة؟ عاقبتك ولم تشعر. أنا عاقبتك بأن صعبت عليك الطاعة. يابا أصوم 30 يوم صعبة، والله صعبة حيل. ما أقعد بقهوة 30 يوم صعبة. ما أشرب الخمور أجلكم الله 30 يوم صعبة. أصلي تراويح 20 ركعة صعبة. أظل أصلي 30 يوم بالجماعة مع الجماعة صعبة. صعبت عليك الطاعة ولم تشعر. هذه يا إخواني العقوبات القدرية الغير مباشرة، أن الله يحرمك لذة رمضان ولذة القيام ولذة قراءة القرآن. فالناس تختم مرة ومرتين وانت يا دوب تقرأ لك 5 أجزاء، والناس تصلي تراويح 20 ركعة وتبقى وانت يا دوب تصلي لك 3 أيام، والناس تقوم وتحرى ليلة القدر وانت يا دوب تقعد على السحة وانت تاكل. جراحات الذنوب والمعاصي. هذا يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله، يقول يا عبد الله أيها العاصي أيها المذنب، إياك من جراحات الذنوب، إياك من جراحات الذنوب، فلرب جراحات ذنوب أصابتك في مقتل وأنت لا تشعر. كيف تصيبك في مقتل؟ أن تحرمك بركة رمضان وقيام رمضان وصيام رمضان وقراءة القرآن في رمضان ولذة الطاعة في رمضان وقيام ليلة القدر في رمضان. ويخرج رمضان ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفك رغم أنفك رغم أنفك، لأن رمضان دخل عليك ولم يغفر لك. شو السبب؟ أننا لم نستقبل رمضان بالتوبة الصادقة. ما وقفت يا نفسي حاسبت نفسي قلت يا رب إليك تائب توبة صادقة. والله يا إخواني اقبلوا إلى الله في رمضان يا شباب، يا شباب اقبلوا إلى الله في رمضان الذي تصفت فيه الشياطين وتغل وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران. من الآن من الآن من الآن أقبل إلى الله، ستجد ربا رحيما كريما غفار للذنوب. مو يغفر، لا، غفار للذنوب، صيغة مباركة، غفار للذنوب. أسأل الله تعالى أن يقبل توبتنا جميعا يا إخواني. الأمر الثالث يا إخواني الذي نستعد به أننا نتعلم فقه الصيام من الآن. موجود الآن ما شاء الله كل أماكن التواصل الاجتماعي موجودة فقه الصيام، واجبات الصيام، أركان الصيام، المفطرات، شو المسلم يبتعد عنه. هذه فرصة في هذا الأسبوع أن أتعلم، أقرأ تفسير آيات القرآن الكريم، أقرأ الأحاديث النبوية التي تخص الصيام، التي تحث على الصيام، تحث على القيام، تحث على قراءة القرآن. أرقق قلبي من الآن حتى إذا ما جاء رمضان وأنا عندي علمية فقهية بدخول شهر رمضان المبارك أسأل عن أمور ديني في كل وقت وفي كل حين ما يخص الصيام، حتى أصوم بعلم ويكون صيامي صحيح على الوجه الذي أراده الله وعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأخير الذي أختم به الخطوة يا إخواني الذي نستقبل به شهر رمضان المبارك هو الدعاء. السلف الصالح إخواني قبل 6 أشهر، شوفوا، لأنهم يعلمون قيمة شهر رمضان المبارك وعظم شهر رمضان المبارك وفضل شهر رمضان المبارك ورحمة شهر رمضان المبارك على هذه الأمة. قبل 6 أشهر يدعون اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم أعنا على قيام شهر رمضان. من الآن ادعو الله تعالى يوميا في صلاته، يا رب بلغني شهر رمضان وأنا صحيح البدن وأنا
كثير الإيمان وأنا سالم وعيالي وأهلي وأمة الإسلام، ادعو الله تعالى دوما أن يبلغك شهر رمضان حتى يستجيب الله لك فيبلغك هذا الشهر، لأنه إذا بلغك هذا الشهر الفضيل فاعلم أن الله قد أعطاك فرصة عظيمة لن تعوض إلى يوم القيامة، أن يغفر الله ذنبك ويزيد حسناتك ويرفع درجتك. فشهر رمضان المبارك جاء يا إخواني حتى يختبرنا الله بالتزامنا ويزيد من حسناتنا ويغفر ذنوبنا. اللهم بلغنا جميعا شهر رمضان، اللهم بلغنا والمسلمين جميعا شهر رمضان، إنك سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم عباد الله، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.